السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي الأعزاء، أخباركم إيه؟ شرحنا الدرس الأولاني وشرحنا الدرس التاني، كلنا لسه بنتكلم عن الماتر وعن الأتوم. هنتكلم دلوقتي ونشرح الدرس التالت، لسه بنشرحه من الكتاب ونعرف المعلومات اللي في الدرس ده عايزة أتكلمنا عنها. الدرس ده بيتكلم عن الماتر والبروبرتيز بتاعتها وخصائصها. مش احنا عرفنا ايه الأتوم وبتتكون من ايه، وبعد كده قلنا البريودك تيبل وصلنا له للشكل ده بعد كام محاولة، وبعد ما حطينا البريودك تيبل بقينا نعرف نقدر نجيب العنصر او الاتوم دي او الاليمنت ده موجود فين عن طريق الاتوميك نمبر بتاعته، وعن طريق كمان ان انا اعرف البيريود بتاعته رقم كام والجروب بتاعته رقم كام. خدنا بعض الخصائص الصغيرة اللي بتتكلم على البويلينج بوينت والميلتنج بوينت والراديوس بتاعت الاتوم لبعض الجروبس زي الجروب الالكاي والالكالاين ايرث والهالوجين، وعرفنا الانرت غاز. صح؟ كل ده كان في أول درسين. طيب تعالوا نكمل خصائص بقى المادة دي أو خصائص المواد دي. تعالوا نبتدي مع بعض. بسم الله. دلوقتي علشان أعمل كلاسيفيكيشن تاني للمواد، أي سبستانس أي مادة عايزة أعمل لها بره إن هي سوليد وليكويد وغاز، وعرفنا مين السوليد والليكويد والغاز في الجدول الدوري. قلنا عندنا كام ليكويد؟ 2. عندنا كام غاز؟ 11. عندنا السوليد most of the periodic table are ايه؟ are solid. طيب تعالوا بقى نقسم حاجة تانية. نقسم ايه؟ قال لي هنقسم ان السبستنس نفسها، المادة نفسها مالها؟ المواد نفسها في حاجة اسمها mixture، في حاجة اسمها pure substance. يعني في مادة pure نقية، وفي مادة عاملة mixture يعني خليط. mixture يعني خليط. طيب في homogeneous وفي heterogeneous. طيب homogeneous و heterogeneous يعني ايه؟ homogeneous يعني متجانس، mixture متجانس، عمل solution او mixture solution محلول. تمام؟ زي ايه محلول متجانس؟ زي الميه والملح. هل انت ما بتجيب ملح وتحطه في ميه وتدوبه بتشوف الملح لوحده والميه لوحدها؟ لا، يبقى انت كده عملت ايه؟ mixture من two substance عملوا solution. يبقى انت عملت ايه؟ homogeneous mixture. يبقى انت التجربه العمليه اللي انت عملتها انك جبت ميه وملح ودوبتهم في بعض، عملت ايه؟ homogeneous. عملت mixture homogeneous. تمام؟ طيب ايه تاني؟ ميه وسكر، صح كده؟ اي حاجه soluble في بعض يعني تدوب في بعضها. طيب الهيتيروجينيوس هو mixture مش soluble. يعني ايه؟ يعني هات مثلا زيت وخل، الاثنين سوليوشن اهو، الاثنين ليكويد، حطهم على بعض واقعد قلب قلب، هتلاقي ان ايه؟ الزيت بقى في حته، يعني فاصل في الكوبايه مثلا في حته والخل في حته. حط ميه ورمل، حط شويه رمل في ميه، اقعد قلب قلب قلب، ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي ان شويه الرمل ايه؟ رص تحت، صح كده؟ والميه لوحدها، يعني الميه موجوده والرمل كله ايه؟ رص تحت. يبقى هنا ده هيتيروجينيوس ايه؟ ميكشر. يبقى تو سبستانس مش بيدوبوا في بعض. تمام؟ ده الايه؟ ميكشر. طب البيور سبستانس، قال لي عندي الماده النقيه، في elements، في عنصر، وفي ماده، في كومبوننت. تمام؟ في مركب. تمام؟ هنعرفهم بعدين. طيب فهمتوا كده؟ يبقى ايه هو الميكشر؟ الميكشر هو اي substance composed of two or more material او substance. يعني هو substance، تمام، بتتكون من ماده او اكتر، or not chemically compound and their components can't be separated by physical method. تاني، ايه هو الميكتشر؟ ميكتشر الخليط هو مادة، تمام، بتتكون من مادتين او اكتر. المادتين دول مش بيتفاعلوا مع بعض كيميائيا، يبقى not combined chemically، واقدر افصلهم فيزيائيا. ايه؟ physical method. طيب اقدر افصل ازاي؟ انا عندي ميكستشر على بعضه، تمام، اقدر افصله ازاي؟ قال لي الفيزيكال سيبريشن ميثود هم 3، يا اما اعمل فلتريشن، يا اما اعمل فلتره،
تمام. فلترة اسهل حاجة مثلا عشان تعرفوها، مثال بسيط من الحياة، زي ما اجي مصفي الشاي كده، بجيب المصفى واقلب كوباية الشاي عشان اشيل التفل بتاع الشاي، صح؟ انا كده عملت ايه؟ فلتريشن. هي دي فلتريشن. طبعا انا بتكلم بمنتهى البساطة من واقع بيتنا، تمام. بس طبعا الفلتريشن بيبقى فيه فلتر بيبر، وبيبقى فيه بقى حاجات معملية بنعمل فيها فلتريشن، تمام. بس دي تبسيط. ماجنتيك سيباريشن، لو انا عندي حته مغناطيس وعندي ميكستشر مثلا من شويه ميتال، في بعض الميتال بتنجذب للمغناطيس وفي بعض الميتال ما بتنجذبش. هو قايل مثلا لو انا عندي ميكستشر كده من باودر السلفر والايرون، لو انا عندي حديد وكبريت مخلوطين على بعض، فده ايه؟ ميكستشر. انا عايزه اطلع الحديد لوحده، مين هنا الميتال اللي هينجذب للمغناطيس؟ الحديد. يبقى انا عرفت ايه؟ اقدر اعمل لهم ايه؟ فصل. ثالث حاجه الايفابوريشن او الكوندنسيشن، ان انا مثلا عندي محلول ممكن افضل احطه على النار، اعمل ايفابوريشن، اعمل تبخر، فالميه مثلا هتتبخر خالص وهيفضل الايه؟ السبستنس التاني. او ان انا اعمل كوندنسيشن، او ان انا اعمل تبريد، او ايه؟ تبخير. ايفابوريشن وكوندنسيشن، تمام كده؟ تمام. طيب اقدر الكلاسيفيكيشن اللي قلنا عليه من شويه، الهوموجينيس والهيتيروجينيس، الميكسشر المتجانس اللي بيعمل سوليوشن، بيعمل محلول، واللي مش متجانس. زي ما قلنا ايه هو الهوموجينيس؟ هو mixture in which the component can't be distinguished by the naked eye. يعني ايه؟ يعني انا عندي ميكسشر مع بعض، عندي خليط مع بعض، ما اقدرش اميز العناصر بتاعته بعيني، زي الميه والملح لما دابوا في بعض. هل الملح متشاف؟ لا ده داب. ميه وسكر، هل الميه وسكر السكر متشاف؟ لا ده داب. يبقى انا عندي ميكسشر ما اقدرش افرق ما بين التو كومبوننتس اللي فيه ايه؟ عن بعضهم بعيني. طيب اما جينا حطينا ميه وايه ورمله، هل الميكسشر ده اما سبته شويه بعد ما قلبته اقدر اميز الميه لوحدها والرمله لوحدها؟ يبقى ده هيتيروجينيس. فالهيتيروجينيس هو ميكسشر برضه، بس اقدر اعرف الكومبوننتس بتاعهم، اشوفهم بايه؟ باي نيكد اي، تمام. زي الميكسشر زي ما قلنا، ميه في ملح، تيبل سولت سوليوشن، وهنا زي ما قلنا ساند ان ووتر ايه؟ ميكسشر. طيب تيبل سولت سوليوشن كان بي سيبريتد. انا عايزه بقى، احنا هنا ايه؟ عملنا الميكسشر، عايزين نعمل فيزيكال سيبريشن. طيب اقدر اطلع الميه من الملح ازاي؟ ارجع الملح تاني ازاي؟ قال لي عن طريق الايفابوريشن او الكوندنسيشن، يا اما اعمل تبخير يا تبريد، تمام. طيب الايفابوريشن اند كوندنسيشن هو ايه هي ميثودز، هي نظام او طريقه used to separate the component of solution of solid substance which is dissolved in water. يبقى هي عمليه ان انا بعمل فيها separation للكومبوننت بتاعت السوليوشن of solid substance which is dissolved in water. يبقى ايه هي evaporation condensation؟ ان انا اعمل separation للكومبوننت السوليد اللي عندي عن في الايه؟ اللي دايب في الميه، لان هو اساسه ايه؟ solution، صح كده؟ طيب زي ايه مثلا؟ انا عندي glass plate وتيبل سولت solution وكوندنسيشن بروسيس، عندي فليم هنا، عندي لهب، حطيت عليه الميكشر اللي انا عامله اللي هو تيبل سولت solution، تمام. وبعد كده عملت جلاس بليت ليه؟ علشان لما اجي ابخر بخار الميه يلاقي الجلاس بليت قدامه فيحصل له كوندنسيشن وينزل هنا ايه؟ وينزل الميه لوحدها. يبقى عمليه زياده درجه الحراره دي، وان انا اعمل بخار ميه، اسمها ايه؟ ايفابوريشن، انا بزود درجه الحراره. كوندنسيشن ان انا درجه الحراره دي الغاز اللي عندي حولته لميه تاني عن طريق الايه؟ التبريد، كوندنسيشن، تمام. دي مثلا هنا هيعمل بعد فترة ان انا هلاقي هنا المية كلها وهيتبقى هنا الايه؟ السولت، وهيتبقى في القاع هنا ايه؟ الملح. طيب هنا المية بالرملة اقدر اعملها بايه؟ بفلتريشن، زي ما عملنا ايه؟ صفينا الشاي. ايه هي عملية الفلتريشن بقى؟ هي برضو طريقة used to separate a solid substance which is not dissolved in water by using a filter paper and in a filtration ايه؟ funnel. ده اسمه فانل، تمام. ده اسمه فانل، بتاع الازاز دوت اسمه فانل، تمام. ده نوع، ده تول من التولز بتاعت المعمل. اوكي. طيب بعمل ايه؟ ادي جبت الميكسشر
بتاع الميه والايه والرمل، حطيته حاجه اسمها فلتر بيبر. فلتر بيبر، في ورقه هنا فلتر بيبر. فلتر بيبر هي ورقه عاديه جدا بس فيها مسام صغيره جدا، طبعا ممكن نشوفها او لا على حسب مقاسها، وبنحطها في الفانل دي. تمام، وبنصب عليها الميكسشر اللي احنا عايزين ايه نعمل له فلتريشن. طبيعي ان الميه هتمشي من المسام ديت لان المسام بتاعته صغيره جدا، هتعدي الميه بس مش هتعدي الرمله. يبقى ايه اللي هيحصل هنا؟ هينزل لي هنا تمام في الباول دي الايه الميه بس، وهيفضل الساند فين؟ هيفضل الساند فوق على الورقه. افتكروها زي تصفيه الشاي بالظبط. تمام، الميه تنزل تحت والساند هيفضل فوق. دي عمليه الفلتريشن. تمام، يبقى دي الفلتريشن ايه بروسيس. طيب state the similarity and the differences between homogeneous mixture and heterogeneous mixture. يعني ايه الشبه ما بين الاثنين وايه الاختلاف؟ شبه الاثنين ان الاثنين مثلا في ايه؟ الاثنين هما ميكستشر، الاثنين يعتبروا ايه؟ ميكستشر، خليط. طيب والخليط ده متشابه ايه؟ ان انا اقدر افصله فيزيائيا، can be separated ايه؟ physical. لكن في الهوموجينيوس السوليوشن ده بيبقى soluble في بعضه، ما بقدرش اميزه by naked eye، can be distinguished by naked eye. لكن في الهيتيروجينيوس اقدر ان انا اشوف الكومبوننتس بتاعته بعيني. تمام. طيب السوليوشن اقدر اعمل له physical separation by evaporation and condensation، والهيتيروجينيوس اقدر اعمل له filtration بايه؟ اقدر اعمل له physical separation بايه؟ بالفلتريشن. تمام. تمام، يبقى احنا لغايه الان خدنا كام تعريف؟ خدنا الميكستشر، خدنا الهوموجينيوس solution او mixture، والهيتيروجينيوس mixture، evaporation and condensation، filtration. فكده خمس ايه تعريفات نحفظهم. لو فهمناهم زي ما قلنا هتعرفوا تكتبوهم سهلين. تمام كده. تمام كده. طيب بعد كده مش احنا قلنا في mixture وفي pure substance؟ ايه المادة النقية؟ قال لي هي substance whose component can be separated by physical methods. ما اقدرش اصلا افصلها بphysical methods زي ما عملنا فوق. طيب تمام، زي ايه بقى؟ حضرتك قلت في الكلاسيفيكيشن اللي فوق كانوا نوعين، يا اما elements يا اما component، صح؟ طيب مين الاليمنت؟ مين البيور element؟ element يعني ايه؟ simple pure form matter، هو اتوم واحده او نوع واحد من الماتر. تمام، هي اتومز يعني نوع واحد، يعني زي الاكسجين مثلا. الاكسجين تانك اللي بيبقى موجود في الناس اللي اللي بتعمل دايفنج او المستشفيات او whatever، ده بيور ايه؟ بيور كومبوننت اكسجين فقط. تمام، يبقى الاليمنت هي simplest pure form of matter can't be dissociated into similar form either by physical or chemical method. يبقى ايه هي؟ يبقى هي simple form للماتر وما اقدرش اعمل لها physical او ايه او chemical ايه separation، يعني ما اقدرش افصلهم اصلا. تمام. طيب ايه كمان؟ الميركوري الزئبق ده ليكويد صح؟ مش ده كان نوع، مش ده كان، مش احنا قلنا احنا عندنا الميركوري. تمام، HG خراب على الكتابة، مش لازم نكتب، مش لازم حلوة الكتابة. تمام، الميركوري هو سائل صح كده؟ كان البرومين والميركوري هما الاثنين السوائل اللي موجودين في البريودك تيبل. طب الميركوري ده سائل، ده بيور سبستنس، هو نوع واحد، هو اتوم واحد اوكي. تمام، هو اليمنت واحد. فهمتوا كده؟ طيب يبقى ده الايه؟ يبقى ده البيور سبستنس الاليمنت. طب البيور سبستنس كومبوننت، طب في ايه تاني هنا؟ في عندي في الاليمنتس في برضو في مونو وفي داي وفي بولي. يعني ايه؟ يعني انا عندي ذره بيور لوحدها، كربون موليكول مثلا،
ذره الكربون بتبقى ذره لوحدها، دي بتبقى بيور مونو اتوميك، هو اتوم واحد. طيب الاكسجين مثلا، هل الاكسجين O فقط؟ قال لي لا، ده O2، ده اتحاد 2 اكسجين اتومز مع بعض. فالاكسجين موليكول مثلا هما 2 اكسجين، يعني داي اتوميك. تمام. طيب في موليكول اكبر، الاوزون، اسمعوا عنه، طبقه الاوزون محاوطه الغلاف الجوي بتاعنا. الاوزون هو 3 اكسجين، هو رمزه O3، فهو موجود في 3 ذرات اكسجين متحدين مع بعض. يبقى انا عندي في الاليمنتس في المونو وفي الداي وفي البولي. البولي اللي هو مثلا زي الاوزون، الداي زي الاكسجين، والمونو زي الكربون. تمام. state similarity and difference between oxygen and ozone. قول لي ايه اللي شبه بعض في الاوزون؟ الاثنين هما pure elements، صح كده؟ الاثنين pure elements، بس واحد فيهم بيتكونوا الاثنين من الاكسجين موليكولز، بس واحد فيهم داي اتوميك، يعني 2 اكسجين موليكولز متحدين مع بعض، لكن الثاني 3 اكسجين موليكولز متحدين مع بعض. تمام. يبقى دول هنا ده بولي اتوميك وده داي اتوميك، الاثنين، بس الاثنين اسمهم في البيور اليمنت، هم موجودين في الطبيعه كده. تمام. طيب قلنا الجزء الثاني component. ايه هو الكومبوننت؟ هو pure substance برضو formed by chemical combination or of 2 or more elements in a mixed mass ratio. يبقى هو pure substance، هو مادة برضو نقية متحدة بقى فيها الاليمنتس chemically، ممكن 2 أو أكتر، in a fixed mass ratio، يعني بريشيو ما بينهم وبين بعض، ما بنسبة في الاتحاد، يعني الاثنين متحدين مع بعض بس بنسبة. زي زي الميركوري اوكسايد مثلا، زي الووتر. خلينا في الووتر مثلا، الووتر مثلا H2O، بصوا H